السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كامل خوتي وخواتاتي وين ما كنتوا، ومرحبا بكم في قناتكم تقاعد دي زاد، القناة اللي ديما نحاولوا فيها نوصلوا أخبار المتقاعدين بكل مصداقية وشفافية وبلا تهويل وبلا إشاعات. قبل ما نبداو موضوع اليوم نطلب منكم طلب صغير بصح مهم بزاف، ديروا إعجاب للفيديو واشتركوا في قناة تقاعد دي زاد وفعلوا الجرس، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع كامل المتقاعدين والأقارب والأصدقاء، لأنه دعمكم هو اللي يخلينا نواصلوا ونبقاو ديما نجيبوا لكم آخر المستجدات. واللي مازال ما اشتركش في قناة تقاعد دي زاد نقول له مرة أخرى اشترك الآن، وخلي القناة توصل لكل متقاعد محتاج معلومة صحيحة بعيد على الإشاعات والتخلط. موضوع اليوم بصراحة راه من أكثر الملفات اللي شاغلين بال المتقاعدين في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة. كامل الناس تسقسي واش صرا في تثمين 2025؟ علاش تأخر؟ علاش الملف بقى ساكت مدة طويلة؟ وهل كاين أمل حقيقي باش المتقاعدين يسترجعوا حقوقهم ولا خلاص الملف راح للنسيان؟ أسئلة كثيرة دارت حالة كبيرة وسط المتقاعدين وحتى وسط العائلات الجزائرية اللي عندها آباء وأمهات متقاعدين، لأنه الموضوع ما بقاش مجرد زيادة دراهم ولا مجرد أرقام، الموضوع ولا يمس المعيشة اليومية للناس. اليوم المتقاعد الجزائري راه يفيق الصباح وهو يفكر كيفاش يكمل شهر، ما بقاش يهضر على الرفاهية ولا السفر ولا الكماليات، راه يهضر على أمور بسيطة: الدواء، الفاتورة، الخضرة، اللحم، العلاج، التحاليل، مصاريف الحياة اليومية. ولهذا كي يتأخر ملف كما التثمين السنوي الناس تقلق والناس تخاف، لأنه بزاف عائلات تعتمد اعتماد كامل على معاش التقاعد. لكن الحاجة اللي لازم نقولوها اليوم بكل وضوح هي أن الملف حسب المعلومات المتداولة بقوة ما تسدش نهائيا وما تلغاش كما راه يروج البعض. بالعكس، كاين كلام كبير باللي الملف راه داخل في مراحل دراسة معمقة ودقيقة. وعلينا نفهموا حاجة مهمة: كي يكون ملف يمس ملايين المتقاعدين ماشي قرار سهل يخرج بين ليلة ونهار. علاش؟ لأنه المتقاعدين ماشي كامل كيف كاين اللي يدي معاش ضعيف بزاف، كاين اللي يدي متوسط، وكاين اللي يدي أكثر شوية. كاين أرامل، كاين أصحاب منح، كاين أصحاب العجز، كاين اللي متقاعد جديد، وكاين اللي متقاعد من عشرات السنين، وكل حالة تختلف على الأخرى. لهذا القرار يحتاج حسابات دقيقة باش ما يظلموا حتى فئة، لأنه أي خطأ صغير يقدر يخلي فئة تستفيد وفئة أخرى تتضرر. وهنا علاش بزاف متابعين يقولوا علاش التأخير؟ بصح الواقع يقول باللي الملف كبير بزاف ومعقد بزاف. ولهذا كامل نطلب منكم مرة أخرى، إذا أول مرة تشوفنا اشتركوا الآن في قناة تقاعد دي زاد، لأنه الفترة الجاية راح تكون فيها ملفات قوية بزاف تخص المتقاعدين، وراح نتابعوا كل صغيرة وكبيرة تخص التثمين، الزيادات، الأثر الرجعي والقرارات الرسمية. دعمكم يهمنا بزاف، والاشتراك في قناة تقاعد دي زاد ما ياخد منكم حتى دقيقة، بصح يخلينا نوصلوا لأكبر عدد من المتقاعدين. نكملوا معاكم خوتي وخواتاتي، والحاجة اللي فرحت بزاف متقاعدين وخلات الأمل يرجع شوية هي الكلام اللي راه يدور بقوة بخصوص إمكانية احتساب التثمين بأثر رجعي. هنا لازم نفهموا مليح وش معناها أثر رجعي. معناها إذا خرج القرار وما كانش تطبيق في الأشهر اللي فاتت الحقوق ما تضيعش، بالعكس يتم احتساب كامل الأشهر اللي فاتت ويستفاد منها المتقاعد. وهنا بصراحة كثير ناس تنفست شوية وارتاحت، لأن الخوف الكبير كان هو: هل راحت علينا سنة كاملة؟ هل ضاع حق 2025؟ وهل المتقاعد يضيع عليه عام كامل بسبب التأخير؟ لكن لحد الساعة لازم نكونوا واضحين وما نبيعوش الوهم للناس. ما كان حتى بيان رسمي نهائي خرج يحدد طريقة الصرف ولا وقت الصرف ولا كيفاش راح تكون التفاصيل النهائية. بس اللي نعرفوه أن كاين عدة اقتراحات راهي تدرس. كاين اللي يقول الأفضل يصبوا كامل المخلفات دفعة واحدة باش المتقاعد يفرح ويحس بالفرق ويقدر يقضي حوايجه، خاصة مع الظروف الصعيبة. وكاين رأي آخر يقول الأفضل تقسيمها على مراحل باش ما يكونش ضغط كبير على الميزانية. وهنا يجي السؤال الكبير اللي كامل المتقاعدين راه يطرحوه: واش المتقاعد اليوم محتاج فعلا؟ واش راه ينتظر؟ هل راه يستنى أخبار فقط؟ لا، المتقاعد اليوم راه ينتظر أفعال وقرارات على أرض الواقع. راه يستنى يشوف تحسن في القدرة الشرائية تاعو، راه يستنى يشوف دواء أرخص، خدمات صحية أفضل، وتحسينات حقيقية ترد له شوية من راحة البال. لأنه بصراحة اليوم الأسعار طلعت بطريقة كبيرة،
المتقاعد اللي يدي معاش ضعيف يلقى روحه بين الدواء والفاتورة والكيرة والمصاريف اليومية. كاين اللي يضحي بحاجات أساسية باش يكمل الشهر، وكاين اللي يلقى روحه يستلف ويستنى الشهر اللي بعده. ولهذا ملف التثمين ما بقاش مجرد زيادة دراهم، ولا ملف كرامة اجتماعية بالنسبة لآلاف العائلات الجزائرية. وكاين نقطة أخرى لازم نهضروا عليها بكل صراحة. بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي راهي تستغل هذا الملف بطريقة كبيرة. كل نهار يخرج عنوان، خبر عاجل، قرارات صادمة، إلغاء نهائي، زيادات خيالية، مصادر خاصة، قرارات سرية. وفي الأخير المتقاعد يتقلق ويخاف ويعيش في ضغط نفسي كامل بسبب أخبار ما عندها حتى أساس. لهذا نعاود ونقولها للمرة الألف، خليوا ثقتكم في الأخبار الرسمية وما تجروش وراء كل منشور تشوفوه. وإذا حابين توصلكم المعلومة الصحيحة أول بأول، اشتركوا الآن في قناة تقاعد دي زاد وفعلوا الجرس، لأننا نحاول نوصلوا الأخبار كما هي بلا تهويل وبلا تخويف الناس. وما زال نعاودها، اللي ما زال ما اشتركش يشترك دابا في تقاعد دي زاد، لأنه الملفات الجاية راح تكون مهمة بزاف. وفي الأخير خاوتي نحب نقول كلمة من القلب لكل متقاعد وكل متقاعدة في الجزائر. أنتم ناس خدمتم سنوات طويلة، وكثير منكم عطى عمر كامل في الإدارة وفي التعليم وفي الصحة وفي المصانع وفي الجيش وفي البلديات وفي مختلف القطاعات. واليوم من حقكم تعيشوا بكرامة وراحة، وما تبقوش كل مرة تستنوا أخبار وتعيشوا القلق والخوف. اليوم المتقاعد الجزائري ما راهوش يطلب المستحيل، ما طلبش قصور ولا امتيازات كبيرة، راه يطلب حقه فقط، يطلب تحسين معيشة، يطلب احترام سنوات الخدمة، يطلب تطبيق القوانين والقرارات اللي تخرج. لأن الحقيقة اللي كامل يعرفوها أن المتقاعد كي يكون مرتاح العائلة كاملة ترتاح معه. وبصراحة الملف اليوم بقى من أكثر الملفات اللي تشغل الرأي العام في الجزائر، ولهذا كاين أمل كبير أن الأيام القادمة تجيب أخبار مليحة، خاصة أن الملف راه تحت المتابعة والنقاش وكاين اهتمام كبير من الناس كامل. لكن حتى يخرج أي قرار رسمي لازم نكونوا واعيين وما نسبقوش الأحداث وما نخليوش الإشاعات تتحكم فينا. خليوا الأمل موجود وخليوا ثقتكم في ربي كبيرة، وديما تابعوا المصادر الموثوقة. وقبل ما نختم نطلب منكم كامل دعم كبير للقناة. إذا حابين نبقاو نواصلوا ونوصلوا صوت المتقاعدين ونجيبوا كل جديد، ديروا إعجاب للفيديو واشتركوا حالا في قناة تقاعد دي زاد وفعلوا الجرس. والله الاشتراك تاعكم يعاون القناة بزاف ويوصل المعلومة لآلاف المتقاعدين اللي يحتاجوها. وخليوا لنا آراءكم في التعليقات، وش رأيكم؟ هل تفضلوا صرف المخلفات دفعة واحدة ولا على مراحل؟ وهل تشوفوا باللي لازم تكون زيادات استثنائية جديدة للمتقاعدين؟ نشكركم كامل على حسن المتابعة، ربي يحفظكم ويعطي الصحة والعافية لكل متقاعد ومتقاعدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.